السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم اصلح حال فلسطين وحال السودان وحال جميع البلاد العربية يا كريم يا رب. الغريب ان في ناس يطلعوك انت اللي غلطان والغلط عندهم، بس الأغرب انهم بيكونوا مصدقين نفسهم قوي في الكذب اللي هم بيعملوه. وعلى فكرة أنا عمري الحمد لله إن أنا عمري ما ندمت على صراحتي مع أي حد. إن أنت أصلا لو عشت تعيش منافق، لا ده حرام قوي قوي. أنا طالع أرد على الفنانة صباح رمز الشرف والفضيلة اللي بيقول لك أنا رحت الشيخ امبارح وصليت العشاء وصليت المغرب. الله عليك، الله ربنا ينتقم منك يا أكبر كذاب، يا أكبر مخادع، يا أكبر منافق. لما تتكلم وبيقول لك الشيخ قال لي انت اعمل نفسك شبه قعدة الحمام، وانت فعلا قعدة حمام. الناس اللي عايزة ترمي القذارة والحاجة الوحشة فيها، انت نفس النظام، انت عامل شبه القعدة. لما تتكلم على الدين والشرف، ما قلتلش للشيخ ان انا مثلت افلام وعملت حاجات كتير وحسست عليا، وقلت لست شبشبها لا مؤاخذة انضف منك ومن اللي انت انيها، اللي عمرها ما بتستر، ذكية. لما قلت لهمش ان انت ضربت امك موتها، ما قلت لهمش ان انت شتمت اختك وقلت لها اوحش الالفاظ وسرقتها ونصبت عليها. ابوك اللي بتقول ابويا الطيب اللي انت نصبت عليه في حاجات كتير وكنت بتخنقه وبتمسكه وبتضرب فيه، ما قالكش عيب ولا حرام؟ قالك بس الناس اللي بتشتم فيك. طب الحمد لله الناس كلها بتدعي عليك، ما بيشتمكش ولا سبوا عرضك ولا مثلوا افلام لا مؤاخذه ولا حسسوا عليا. اللي انت عندك اكبر مجمع ليا بتاع ذكيه، يعني لا مؤاخذه لا باين منها ظهر ولا اي حاجه. اعوذ بالله اعوذ بالله. الكذبه ما قلتلوش ان انت لما كنت كذبت وقلت ان انا حلفت على مراتي وحلفت عليها بالتلاتة طلاق، لما كنت بتشربوا عصير قصب، وعم بيض لما قعد ورسم على الناس برضو الدور الشرف والفضيلة، اللي بيصلي على الكرسي، الراجل المسن اللي ربنا ان شاء الله هيديله على قد نيته. ها لما قعدت وكذبت وقلت انا طلقت مراتي والناس بتقولي لا انت ما طلقتهاش، طلعت كذاب. صح ولا مش صح؟ اخوك اللي انت تعديت عليه وعلى ايه، على حاجات، واستغفر الله العظيم، ملعون ان شاء الله يا صباح باذن الله اليوم الدين. حتى الشمال اللي بيعملوا لكم لايك وبيقولوا عليكم محترمين، باذن الله في النار مرميين كلكم. لما انت دخلت على اقرب الناس ليك وعملت اللي انت عملته، ما تقولش لا، ما تقولش ده اونطه، لا دي حقيقه، وفيديوهاتك كلها موجوده معايا، كل حاجه بتاعتك موجوده معايا، من طقطق لايه للصابون يا بتاع الاخلاق والكازونات اللي انت بتنزل فيها بتاع الخمور. ما قلتلوش اللي بيشرب مسير يا شيخ، اللي يعني حق اللي بيشرب الخمر ده عذابه ايه عند ربنا؟ عذابه كبير. اللي بيشرب خمر ما قالكش عذابها ايه؟ اللي بيكذب واللي بينصب واللي بيعمل زنا محارم ما قالكش عقابها ايه؟ لكن هتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك عشان انت راجل مفتري. وباذن الله ربنا لا يكشفك اكتر واكتر. ده انت اذيت حتى اخوك في البيت اللي هو قال هيلمه عشان ان هو لا شغل ولا مشغله، الله يعينه على حاله. ودخلت ابو حرنكش معاك عشان تحسس عليا. اللي ام حرنكش طالعه تقول منكم لله، جايبين في سيرتني منكم لله، شويه كنافه. لكن لا مؤاخذه، وخلي بالك يا ام حرنكش، انت مش شيخه، يعني انت بتروحي تنقلي الكلام عشان ذكيه، بتبلغوهم ايه اللي حصل وايه اللي جرى وشتمتي في مين وقلت على مين. لا مؤاخذه، خليكي في وكستك يا اللي متجوزه ابو الرجاله، فاهم؟ ابو الرجاله لا مؤاخذه طالعين شحاته وطالعين لا مؤاخذه، ما انتش مدربه كاراتيه يعني يا ام حرنكش. ده انت ما وصفتيش في نقل الكلام، في الكلام على الناس،
بس ربنا كبير يمهل ولا يهمل. لكن تعيشوا نفسكم ان انتوا ولاد اصول، لكن انتوا ما تعرفوش حاجه عن ولاد الاصول. اللي طالع يقول لك الشيخ، شيخ مين ده؟ شيخ ايه؟ انت كنت قاعد معاه في كازينو في خمارة بحري، ولا كنت قاعد مع مين بالظبط؟ شيخ مين؟ شيخ مين يا قاعدة حمام؟ يا اللي كلك لا مؤاخذة شمال، واللي يعرفك كلهم شمال. وربنا ان شاء الله اذا اراد للشيء كن فيكون، وهينتقم منك اشد انتقام. انت واللي انيها اللي وزعت الفيديوهات، وبنتك اللي اموره اللي داخله كل شويه تبص في مقام سيدي اللبلوبي، هي اللي كانت بتصور ولا الاموره اللي كانت بتصور اللي بتبلبط في الميه؟ ده انت حطيت زكيه حتى في حمام سباحه يا مرة، يا اللي ما عندكش لا دين ولا اخلاق ولا عندك ستر. فضحت الوليه وقلت عليها مهما قلتي، وكذبت برضه وقلت في قبل رمضان ده هو مش قاعد معايا وانا هعيش على اولادي عشان الناعمين والناس ايه تحن لك تاني. بس ربنا كبير يمهل ولا يهمل باذن الله. باذن الله خير التوابين خير الخطائين التوابين يا زكيه. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ينتقم منك ربنا وتشوفوه في اعز ما عندكم. لكن انتوا طالعين ايه وعامل لي فيديو ساعه؟ يا ده انت لا مؤاخذه لا مؤاخذه فعلا اللي فيها تجيبوا فيك. ما انتوا اللي اختشوا ماتوا، لكن هتجيبوا الخشة منين؟ كلكم كدابين، كله نصابين. طالع تقول ان انا الحمد لله انا برجع من الشغل وباجي من الشغل. ايه يا بتاع الملوخيه؟ انت اخرك تقطف الملوخيه، ده اخرك. لكن ان انت هتطلع تقول بقى ان انا جاي من الشغل شغل ايه؟ ده انت بتضرب زكيه وتسب لها الدين يا بتاع الشيخ، يا اللي بتقول قال الله وقال الرسول عشان تجيب لك وتضحك على الداعمين، عشان ان ابوها طالع له قال له في حاجبه، وجوزي طالع له جاله شلل نصفي. باذن الله في المرض انت ومراتك مرميين. ربنا ينتقم منكم اشد الانتقام. تتكلمش على الاخلاق ولا الدين. ده انت لا مؤاخذه عملت عمل لا يغفر ولا في الارض ولا في السماء ان شاء الله. وربنا غفور رحيم، بس مش منكم انتوا. باذن الله هينتقم منكم اشد الانتقام. لكن تعيش في دور ان انت سيد الناس وسيد المقامات كلها بعد ايه؟ ما ينفعش الشمال لا مؤاخذه ما تنفعش الفسيخ يتعمل مربى عشان الشمال اللي زيكم مش عمرهم ما هيتربوا، وانتوا عمركم ما هتتربوا ولا هتشوفوا دين ولا هتشوفوا اخلاق. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل اللي اتكلم علينا. والكلام اللي انت قلته فينا باذن الله هيقعد لك لا مؤاخذه. وانتوا طريقكم معروف من ايام الاجانس بتاع زكيه. فاكر الاجانس لما دخلت عليها ولقيتها مع الاستاذ حمدي الكنيسي؟ يعني بلاويكوا كتير. ما تطلعوش باهل الاخلاق والقيم والاخلاق، لكن انتوا ما تعرفوش خير ولا قيم ولا اي حاجه من دي بجد. لكن مهما كان وافعل يا فقي في ولادك باذن الله هتلتقي. انا عايز اقول لك على حاجه، ان الدنيا ما بتدومش لحد، واللي بيشتري بالفلوس برضه بيتباع بالفلوس. لكن لا مؤاخذه انت طول عمرك في النصب وفي الضحك على الناس والقذاره واللي انت بتعمله. وانت لا مؤاخذه صوت وصوره معانا، ولو عايز تقول زيع هنزيع، ولو ما انتش عايز برضه هنزيع. ما تقلقش، وانا محضر لك مفاجاه جديده، وان شاء الله الجديد اللي جاي هيبقى شديد عليك. ربنا ينتقم منك في كل حاجه انت عملتها، في كل حد اذيته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابو ساميه انت وام ساميه. وما تطلعوش بدور الشرف والفضيله. البت اللي انتم ملبسينها اسدال يبقى عرفني والنبي، يبقى قول لي بس بكره ولا بعده هي اللي كانت بتصور ولا اللي بتعوم في البانيو اللي كانت بتصور. ان شاء الله ربنا كبير باذن الله. عشان انت ما تقولش ان انا مضطر. انت لا مؤاخذه انت عملت حاجات كتير، بس ربنا مش هيبارك لك باذن الله مش هيبارك لك في لقمتك ولا في عيالك ولا في صحتك حتى.
ان حسبي الله ونعم الوكيل، ان انت ربنا ان شاء الله هينتقم منك اشد انتقام من اللي انت عملته، واذيت اخوك حتى في البيت اللي هو عايش فيه، رحت بلغت عليه عشان يهدوه. بصراحة اوسخ منك ما هنلاقي، ينتقم منك ربنا يا اقذر شخصية يا قعدة حمام، ينتقم منك ربنا، ينتقم منك ربنا. وطلع تقول حقك علي يا ام شاورمي اخت زكية، على ايه؟ احنا ما بنجيبش كلام من عندنا، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صوت وصورة برضه يا حبيبي، وعايز رقم القضية بإذن الله هنشوفك على قريب، وهوريها لك كل حاجة على صوت وصورة، وعلى عينك يا تاجر، عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم. لكن تعيش الدور على الناس بالفضيلة باللي انت بتقولها دي، لا، الناس خلاص عرفوكوا في كذبكوا وفي نصبكوا. والله يا مفارق مسيرك تتفارق، وافعل ما شئت كما تدين تدان. انت ما عملتش حاجات خيرية، انت كل كلامك وكل حاجتك وحالك لا مؤاخذة لا مؤاخذة نصب في نصب في افتراء بحاجات لا مؤاخذة محرمات تغضب ربنا. لكن انت ما تجيش تعيش في دور الشيخ مين؟ الناس تحب الطيب فعلا، بس فعلا والله ما بيدولوش حقه. لكن الخبيث واللئيم اللي زيك الناس بتعمل له ألف حساب. ليه؟ عشان هي الدنيا كده، بس قادر ومقدور عليه، وعليك ان انت تختار يا جماعة، ان انتوا تختاروا تشوف اهل الفضيلة والشرف اللي فضح اللي اعتدى على اخوه وحق اخوه في كل شيء، حتى في حرمته. وزكية اللي بتتكلم على القيم والاخلاق اللي فضحت الولية. قولنا يا زكية، صليتي الفجر فين؟ صليتيه برضو عند جامع الفولي ولا صليتيه فين؟ بيقول لك كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر ولا بيفرق، فخليهم يزيدوا كلام. حتى بيحسدون على الضحكة، ده بيحسدوا الميت ان هو ارتاح على ايه؟ على عيشته. بيقول لك احنا بنعيش الحياة، عيشة ايه؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر لك يا رب على الاحوال، وما زاد بلقنا هنفضل للنعم شاكرين. لكن لا مؤاخذة، انتوا ايه؟ انتوا مين عشان تتكلموا على الاخلاق ولا على كلام الدين؟ انتوا اخر ناس تتكلم على القيم والاخلاق يا بتوع الاخلاق. ربنا ينتقم منكم صبح وليل، وفي السماء وفي الارض، وحسبي الله ونعم الوكيل، يمهل ولا يهمل. ربنا ينتقم منكم. الله اكبر الله اكبر عليك وعلى مراتك يا فضحين يا بتوع زنا المحارم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ بسلمني على الشيخ كفتة اللي اوله كفتة اخره سيخ، يا بتاع القيم والاخلاق، يا بتاع هد ارزاق. اللي اقرب اللي منك ابوك اخوك اختك ينتقم منك ربنا، وتشوفه في اعز الناس ليك انت وزكية المفترية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.